هاي ازيكم. بصوا بقى النهارده بنص كيلو لحمه هتعملي طاجن عظمه بجد. طعمه خرافي، وعايزه اقول لكم شكله حلو قوي على السفره لو عندك عزومه، وبجد غير تقليدي ومش هياخد معاكي وقت، وهتطلع معاكي اللحمه دايبه ولسان عصفور مفلفل. طعمه ولونه مفيش احلى من كده. بجد الطاجن ده حلو قوي، عجبنا كلنا وبجد خطير. لو عايزين تعرفوا انا عملته ازاي تعالوا بقى اوريكم الطريقة. طاسة وهنحطها على نار متوسطة، وهنسيب الطاسة تسخن كويس قوي وننزل عليها بمكعب زبدة كبير، وهندي بقى للحمة بتاعتنا صدمة. بصوا الصدمة دي بجد بتحافظ كده على العصارة اللي جوه اللحمة وبتخلي اللحمة طرية، وكمان بعد كده بقى طعم الزبدة بالبهارات دي بتخلي الشوربة طعمها في حتة تانية خالص. هنحط بقى اللحمة بتاعتنا على الوش، ومش هنقلبها الا لما تاخد لون تماما. وما تخافوش مش هتلزق، حتى لو الطاسة بتاعتكم بتلزق سيبوها لما تاخد لون وبعدين اقلبوها. وهنا بعد بقى ما اللحمة اخدت لون على الوش الاول هقلبها على الوش التاني عشان تاخد نفس اللون. عايزه اقول لكم انا اول مره عملت الطاجن ده ما كنتش متخيله ان طعمه هيطلع حلو قوي، وبعدين بقت كل فتره كده لما الاقي نفسي زهقانه اروح عاملاه. هننزل بمعلقه بقى فلفل اسود، وهننزل بمعلقه ملح. عايزه اقول لكم انا بحب احط الملح في الاخر بس عشان اللحمه تتبل كويس. وهنا هحط روزماري ناشف، لو عندك طبعا فريش هيبقى احلى واحلى. وهننزل ببصله متقطعه شرايح، وكمان هننزل بفص توم مهروس. ايوه التوم هيدي طعم وريحه للحمه خطيره، وكمان هيدوا طعم للشوربه حلو قوي. هنقلبهم كده تقليبه لحد ما البصل والثوم ياخد كده لون شفاف كده فاتح، ويشربوا كده من طعم اللحمه والتوابل كله مع بعضه. بعدين بقى كان عندي حله فيها ميه بتغلي، هنزل كل ده في الحله وهسيب اللحمه بتاعتي تستوي كويس. وهقول لكم بقى على نصيحه، سووا اللحمه على نار هاديه، بجد بتفرق جدا في تسويه اللحمه وبتخليها دايبه كده زي اللي بنشوفها كده بتقع على الشوكه، وهتشوفوها معايا في اخر الفيديو قد ايه اللحمه كانت دايبه جدا. هغطي بقى على اللحمة واسيبها لحد ما تستوي سوا كامل. عايزه اقول لكم ان انا نوع اللحمه اللي انا مستخدماها هنا لحمه موزه، ممكن تستخدمي اي قطعيه تانية عندك براحتك. المهم اهم حاجه في الموضوع انك تسويها كويس جدا عشان لما تيجي تتحط في الفرن ما تبقاش بتشد معاكي. في طاسه بقى هننزل بمعلقه زبده او سمنه كبيره او زيت المتاح عندك استخدميه. وبعدين بقى هنحمر اللسان عصفور بتاعنا، طبعا استخدمي الكمية المناسبة على عدد الأفراد اللي عندك. أهم حاجة في تحمير اللسان عصفور إن دايما نفضل نقلب عشان يكون لونه ذهبي، ما تسيبيهوش على النار عشان ما يبقاش كذا لون. عايزه اقولك لو اول مره تشوفيني انا لورا، لو سمحتي لو الفيديو عجبك روحي اعملي اشتراك للقناه بتاعتي ولايك وشير مع كل اصحابك، بجد بنبسط جدا بتعليقاتكم ودعمكم دايما ليا. وهنا بقى لما اخد اللون الذهبي الحلو الجميل ده، خلاص بقى كده نجيب الطاجن بتاعنا ويلا نحضر احلى طاجن لحمه باللسان عصفور. بصوا هنا انا بوريكم هو قد ايه كله لون واحد وحلو قوي. بصوا ده الطاجن اللي بيتحط على النار من فوق او بيتحط في الفرن، استخدمي اي نوع طاجن عندك عادي جدا، بس اهم حاجة تكوني مجرباه ومستخدماه قبل كده. حطيت بقى اللسان عصفور، واختياري انتي عايزة تحطي كام قطعة لحمة براحتك، مش عايزة وتقدمي اللحمة مسلوقة كده عادية براحتك. انا حطيت هنا كام قطعة لحمة كده بيبقى لونهم وطعمهم لما بيدخلوا الفرن مع اللسان عصفور حلو قوي. بصوا بقى اهم حاجه في تسويه الطاجن عشان اللسان عصفور بقى يطلع مفلفل كده وسواه مظبوط، ما يطلعش ناشف معاكي ولا طري معجن. اول حاجه الشوربه لازم تكون مغليه جدا، وهبتدي احطها لحد ما تغطي وش اللسان عصفور، يعني كانك بتسوي كده الرز. ولو انتوا بتحبوه طري شويه
او بتحبوا فيه شوربة زودي بقى الشوربة شوية عن اللي انا حطيتها في الطاجن بتاعي. وبعد بقى ما غطيت وشه كله بالشوربة هبتدي اجيب المعلقة بتاعتي واقلبه عشان يستوي كويس جدا ويوصل الشوربة لكل حتة في اللسان عصفور. وطبعا انتي برضو في الفترة دي هتدوقي الشوربة بتاعتك بعد ما حطيتي لسان عصفور وتشوفيها، لو محتاجة اي توابل بتزوديها. انا حسيتها ناقصة ملح، حطيت شوية ملح صغيرين. هحط بقى الطاجن بتاعي في الفرن. انا طبعا مولعه الفرن من قبليها، لازم الفرن يكون سخن. عايزه اقول لكم ان الطواجن دي جات لي هديه من اسوان، حلوه قوي وتسويتها حلوه، واحلى حاجه كمان انها بتتحط على البوتاجاز من فوق، بجد فعلا خطيره. انا هنا بقى هحطها على الفرن على الشبكه، وسبته حوالي نص ساعه لحد ما لسان عصفور اتشرب كل الشوربه. بس شفتوا بقى شكل الطاجن حلو ازاي، ريحته كانت جميلة، اللسان عصفور كان مفلفل، اللحمة كانت دايبة كمان لما دخلت الفرن اخدت لون كده متحمر حلو قوي. بجد حاجة كده تغيير نكسر بيها ملل الاسبوع. لو عندك عزومة كمان تعملي طاجن غير تقليدي غير اللي احنا كلنا متعودين عليه، بجد جربوه بالطريقة دي هتعجبكم قوي قوي قوي. وبجد من ساعة ما تعملوا الطاجن ده هتعملوه مرة واتنين وتلاتة، بجد من كتر حلاوته. هو فعلا حلو خفيف، الأطفال كمان هيحبوه قوي، سهل جدا مش بياخد وقت. وعايزة أقول لكم فعلا شكله حلو جدا في العزومات، وبجد فكرة كده تغيير. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، بحبكم قوي.